هقول لكم ازاي عملت الفراشات دي في الاوضه بتاعتي. اول حاجه هندخل على بنترست ونختار شكل الفراشات ويكون فيها مكان ان احنا نلون، وطبعتهم على ورق A4. بعد كده احلى خطوه وهي التلوين. انتوا ممكن ترسموا الفراشات من الاول خالص وتلونوها براحتكم وتبقى رسمتكم، بس دي اسهل طريقه ممكن اي حد يعملها. الالوان اللي انا استخدمتها زي الفلوماستر كده اسمها شاربي، ممكن تلونوها باي نوع الوان. بعد كده قصيتها على شكل الفراشه بالظبط. اتاكد ان مفيش اي زياده من الورق في القص علشان ما يبانش ان هي مش حقيقيه، انها مش حقيقيه فعلا. وعشان انا لون الحيطه عندي ابيض فهستخدم خيط ابيض يبقى شكله نازل ومش باين من الحيطه. وبالابره هدخل الخيط في الفراشه وهربطه ربطتين، وبعد كده على حسب الطول اللي انا عايزاه لكل فراشه هقص الخيط. وعملتهم كلهم، ودلوقتي اللحظه الحاسمه ان انا هعلقهم في السقف. انا عارفه ان هي حاجه بسيطه وصغيره وشويه ملهاش لازمه، بس انا كل شويه بعمل حاجه في الاوضه بتخليها اكتر مكان مريح بالنسبه لي، وده شكلها الاخير وبس كده.